بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في الفيديو الثالث من كورس فات فيتنس ترينر أو مدرب اللياقة البدنية باللغة العربية. الفيديو ده هيكون تكملة، لسه موضوعنا قائم على الأناتومي والتشريح، وإن شاء الله في الفيديو ده من مواضيعنا اللي هنناقشها وهي أنواع العظام وفقا للشكل. احنا عندنا أنواع العظم أو الهيكل العظمي والسكيليتال سيستم في جسمنا. شكل العظم فيه والعظام فيه كتير ولها أشكال مختلفة، منها العظام الصغيرة اللي هي بتبقى قصيرة، في منها الطويل، وفي منها العظم المفلطح، وفي منها العظم الغير منتظم. يعني غير منتظم يعني هيئته أو شكله مش منتظمة. وفي نوعية عظام زي اللي موجودة في تضاريس الجمجمة. خلينا ناخد أنواع أو أشكال العظم شكل شكل ونتكلم عليه. ودي ممكن انت يعني تعرفها من باب العلم بالشيء، يعني هي ممكن دي مش هتفيدك انت كمدرب قوي. لو هنقول ان انت مدرب لياقة بدنية او فتنس بس، برضو ما ينفعش قلنا قبل كده ان انت تكون مدرب لياقة بدنية وما تكونش عارف اشكال العظم او الاشكال او هيئة كل عظمة او وظيفتها او شكلها عامل ازاي في الهيكل العظمي للإنسان اللي قدام. طيب زي ما قلنا عندنا أنواع العظام وفقا للشكل. عندنا النوع الأول وما يعرف بالعظام القصيرة أو الصغيرة، ودي اللي هي في الشكل صغيرة. عندنا ما يطلق عليها بالشورت بون، ودي موجودة فين؟ في حاجة زي عظام الرسغ اللي هي في كف الإيد، والعظم الرصفي في القدم أو ما تعرف بالترسل بون والكربل بون. عندنا النوع الثاني ما يعرف بالعظام الطويلة وهي اللونج بون، واللي هي عظمة لها بداية ولها نهاية. دي معظمها بتيجي في منتصف الجسم زي التibia والريديوس والالنا والهيومرس. ودي للناس اللي متعرفش الاسماء دي احنا اتكلمنا قبل كده في الفيديوهات او احط لينك للفيديو اللي قبل كده انك تعرف اسماء كل عظمة موجودة في السكيلتال بتاعك. فدي من العظم اللي هي لها شكل طويل وليها بداية وليها نهاية. عندنا بعد كده الفلات بون وهي العظام المفلطحة، واللي من أمثلتها عظمة السكابولا وعظمة الباريتال بون موجودة في الجمجمة. طيب عندنا بعد كده أنواع أو شكل العظم حاجة ما تعرف بالريجولار بون وهي العظام غير منتظمة. يعني غير منتظمة في الشكل، لا شكل غير منتظم يعني ملهوش شكل محدد، تمام، زي اللي موجود في عظم الفقرات. وعندنا بعد كده النوع السادس شكل او عظمة السمسمية او السمسم اللي هي معتبرة بالسمويد بون، وهي عظمة الركبة. يعني ده مثال عليها اللي هي عظمة الركبة. وملحوظة زي ما احنا كاتبين ان ملحوظة عليها انه يأتي الوتر من عظمة الفخذ اللي هي الفيمر وينغضم فيها، يعني بيخش من جوه يعدي مرورا لعظمة الساق. عندنا بعد كده ما يعرف بالبنيوماتيك بون وهي العظام الهوائية، والمقصود بها الجيوب الأنفية، ودي زي اللي موجودة في مقدمة الجمجمة. وظيفتها إن هي بتعمل تناغم أو عملية تناغم للصوت ووجود هواء داخل الجمجمة لتكون خفيفة على باقي الجسم. مثال على نوعية العظام دي الفرونتال والسبيفونويد بون.